وعليكم ورحمة الله. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. متابعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على الجزائر. إذن ولله الحمد، هناك بوادر خير بدخول منخفضات قوية خلال الأيام القادمة إن شاء الله، وسنتعرف عليها نحن وإياكم وكذلك الولايات المعنية بهذه التساقطات. ما عليكم إلا دعمنا باللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد الفيديوهات إن شاء الله. ولكي لا نطيل عليكم نستهل نشرتنا بداية من صبيحة اليوم الاثنين. يرتقب بحول الله أن تكون بعض الاضطرابات الجوية ربما تعطي بعض التساقطات المطرية على ولاية جيجل وبجاية. تبقى هذه التساقطات ضعيفة شيئا ما خلال صبيحة اليوم، وكذلك بعض التساقطات على القارة. أما بالنسبة لباقي المناطق أجواء مستقرة ومعتدلة أيضا في درجة الحرارة. أما بالنسبة لتوقعات يوم غد الثلاثاء والأربعاء، سيعود الاستقرار على جل الولايات وظاهر أمامكم. أما بالنسبة للاضطرابات الجوية، ستبدأ نهاية الأسبوع يوم الأحد وكذلك الأسبوع القادم بإذن الله ستكون محملة بتساقطات مطرية قوية وغزيرة بداية من مساء يوم الأحد كما هو ظاهر أمامكم على الولايات الساحلية، على ولاية سطيف وبجاية وتيزي والزو، وكذلك بعض التساقطات على الجزائر العاصمة وجيجل وسكيكدا وقسنطينة وسوق أهراس وعنابة وكل هذه المناطق الشرقية بإذن الله. وكذلك ستستمر هذه التساقطات يوم الاثنين، حيث تصبح أكثر حدة وأكثر قوة على سوق أهراس وقالمة وكذلك عنابة والقالة وسكيكدا وبني والبان وبرصباط وقسنطينة وكذلك الشريع، وبعد التساقطات على فرجيوة وجيجل وخواطة وبجاية وبني كسيلة. نسأل الله الثبات لهذه التوقعات أعزائي المتابعين، وستستمر هذه التساقطات على هذه المناطق التي ذكرناها قبل قليل طيلات يوم الاثنين وصولا إلى يوم الثلاثاء، وستمتد هذا المنخفض كما هو ظاهر أمامكم. نسأل الله استمرار التساقطات المطرية على البلاد وأمطار قوية على الأقاليم الحدودية على القالة وكذلك على عنابة وسكيكدا والشريع وبني والبان والملية وقالمة وسوق أهراس. كل هذه المناطق ستعرف تساقط أسبوع. نسأل الله الثبات لهذا التوقعات. وبهذا أعزائي المتابعين نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم.